الشعوب مع الدول والحكومات تعامل خبيث. إذا كنت إخوانيا فلا بد أن تكون كذابا. الإخواني كذاب، أقولها بحق وحقيقة، وقد عشت ورأيت منهم الشيء الكثير. كذبة يمارسون كالرافضة التقية، يجيدون الخداع والكذب والغش على أنه ذكاء ودهاء ومكر وكيد، ولكن ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. أحد يقول لهم باللي الجبهة الإسلامية للإنقاذ كلنا ضدها، علاه؟ قال لي أنها قالت باللي هذه الانتخابات الأخيرة كي ننجحوا ما كانش انتخابات. شكون قال هذا؟ تكونوا واضحين يا إخوان، احنا ماناش ديمقراطيين، أنا كفرت بالديمقراطية هذه. سمعت الشيخ عباسي قالها، سمعت أنا قلتها 4 سنين مرة وهو ما زال يطبق في الكتاب والسنة ويطبق في الشرع، ما نديرولوش انتخاب نخليوه. هذا هو الحكم الشرعي. مقطع علي بالحاجة الأخير هذا يلخص كل شيء، يعني باختصار هم يهيجون الناس باسم تطبيق الشريعة، وفي نفس الوقت يسعون للحكم بالديمقراطية، وإذا حكموا قالوا للناس لا يجوز إزالتنا لأننا نحن نطبق الشريعة، ومن يحاربهم فهو يحارب الإسلام. هل رأيت خبث ومكر أكثر من هذا؟ عباسي مدني في زمانه هرب